صلوا بنا على النبي عليه الصلاة والسلام. على أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه يا حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وربنا يفرح قلبكم. ربنا يفرح قلبكم يا رب، وقلوب الناس بحالها واللي سامعيني يا رب. طلعت البت مش سهلة قوي، جامدة على أمها ما تتجوز كده، جامدة جامدة جامد. ربنا يفرح قلوبكم. شوف بقى ما البت بقى بتنولد صغيرة تبقى صغيرة، شوف الأم بتعمل ايه معاها. حضانة بتوديها ومدرسة بتوديها وعلام بتعلمها، وأحلى حاجة بتجيب ليه، أحلى حاجة بتستخسرها في نفسها وتديها لبنتها. البونبونة تبقى في نفسها فيها وتطلعها من بقها وتديها لبنتها. عايزة مصاريف تتعلم أحلى علام، عايزة تبقى أحلى واحدة في الدنيا، عايزة تصرف عليها أحلى مصاريف. الحمد لله معلماهم، الحمد لله الحمد لله، واشتغلت وأبوهم وأنا وكافحنا وعلمناهم أحلى علاء، أحلى علاء الحمد لله. كل واحدة معاها وظيفتها ومعاها شهادتي. والأدب والذوق والاحترام أهم شيء، تربي بنتك على الأدب والذوق والاحترام. الأدب والاحترام فضلوها عن العلم، أهم شيء. أهم شيء العلام، العيلة لما تعلميها وتربيها ربية نظيفة أحسن من الإيه، أحسن من العلام. بس أدب وذوق واحترام وعلاء فوق كده، وعلاء أحلى علاء عشان العيلة تنفع نفسها. ويا حبايبي أقول لكم وصلتلكوا رسالة، تشطروا وما تلعبوش يا بناتي يا حلوين يا اللي بتسمعوني، تتعلموا أحلى علام. العلام ده مش هينفع أهاليكم، أهاليكم بتتعب وتشقى وتستخسر في نفسهم وعايزينكم تبقوا أحلى حاجة في الدنيا بحالها. تشطروا وتتعلموا، ما تلعبوش وما تقعدوش على التليفون كتير، وتشطروا وتتعلموا علام حلو. اللي بيشطر وبيذاكر يجيب درجات حلوة، يبقى حاجة في المجتمع اللي احنا فيه. تنفعي نفسك، مش هتنفعي اهلك، ده انت هتنفعي نفسك. هم عليهم ما بيربوا بيتعبوا وبيعملوا معاكم كل حلو خالص. فالشطار يا حبايبي يا بناتي يا حلوين يا اللي بتسمعوني. فيا حبيبتي اخر عيلة عندي يا حبايبي يا حلوين، جبت لها احلى حاجة واتخطبت، وجبت لها احلى حاجة اللي هي عايزاه وتشاور عليه اجيبه لها. حتى لو ما معيش بتصرف واجيب لها، حتى لو انا عايزه حاجه لنفسي ما اجيبش لنفسي واجيب لها. عايزه اي حاجه تطلبها اجيبها لها. الحمد لله الحمد لله، بقالي 5 سنين بحوش لها واجيب لها حاجات اللي بقدر عليها اجيبه لها. عشان احنا مش جوتنا الواحد يجيب كل حاجه مره واحده، ليه؟ الصراحه حلو نجيب لها كل مدى حاجه، يعني حاجات بسيطة كده في الأول، وبعد كده نجيب لها حاجتها كلها اللي ربنا يكرمنا بيه، نجيب لها حاجات ايه اللي فاضلة اللي هي ناقصة. والحمد لله جبت لها حاجاتها، والحمد لله ورثنا لها ووضمناهم. وانت شفتوه انا مصوره لكم، والعفش جوه وبره، مع ان الكهرباء كانت على بعضها، الكهرباء كلها احنا جبناها لحد السجاد لحد كل حاجة، من شوكي لستارو جبنا لها كل حاجة، جبنا لها كل حاجة، احنا جبنا لها كل حاجة، علينا كل حاجة جبناها لها. العريس يفرش شقته بس بالعفش، فربنا يهنيهم ويسعدهم. وانا مصوره لكم العفش ومنزلاها على التليفون، مع ان التصوير على قده، وحتى التليفون يعني مثلا على قد التصوير معلش على قد، يعني مش واضح الصورة مش واضحة علشان معلش هو بيبقى على قد. ف وساعات بصور من تليفون مرات ابني يعني حلوين شوية، فبنقلهم عندي. الحمد لله. يعني ما اقول لكمش التليفون، عامله التليفون عامله عليه قناه، على بال ما اخش القناه بقعد ساعه. ليه يهنك ويطلع، كل ما اخش يهنك ويطلع. انا بقول لكم ليه، عشان شوفوا الام بتعمل ايه مع بنتها، وبتعمل ايه وبتستخسر في نفسها قد ايه يعني التليفون الواحد يجيبه ب5000، قال لي تليفون مثلا يكون حلو شويه، لا اقعد على التليفون ساعه علشان اخش على القناه اللي انا عاملاها، علشان خاطر بنتي، عشان خاطر بنتي، وعشان اللي عايزاه بنتي وعيالي. اقول اللي ابن دي اللي مع عيال عشان خاطر اختك، ابن دي
عشان خاطر اختك، بالراحه عشان خاطر اختك. جوزي يستخسر في نفس الحاجه عشان خاطر البتني، عايزه نسترها ونجيب لها اللي ناقص واللي هي نفسها فيه. احنا مثلا مش هنقول ايه، عندنا فدادين هنبيعوا فدان ونعمله، عندنا مش عارفه، لا احنا الحمد لله متوظفين والف حمد والف شكر. اهم شيء الصحه، اهم شيء الصحه. وبصوا بقى، صورت لكم العفش واللي ايه شافوا، شوفوا بقى الاخر، الاخر انقال لنا ايه بقى. شوف الاخر نقلل الام ايه بعد ده كله، وانتوا شفتوه وشفتوه انتوا. وفي الجزء في